اللي قدامك دي أشهر حالة تلبس في العالم، اتعمل من حكايتها أكتر من فيلم رعب. أناليس ميشيل بنت ألمانية مولودة سنة 1952، ولحد سنة 1968 يعني وهي في عمر 16 سنة كانت عايشة حياتها بطريقة طبيعية جدا. لكن بعدها كل ده اتقلب، بقى يحصل لها حاجات غريبة جدا، يعني تسمع أصوات ملهاش أي مصدر ومحدش كان بيسمعها غيرها. ده غير إنها ما بقتش قادرة تسيطر على حركة جسمها، وبقت تصرخ ليل نهار وتقول إنها شايفة أشباح. طبعا أهلها افتكروا إن عندها مرض نفسي أو نفسيتها تعبانة، فودوها لدكتور نفساني، لكن مفيش فايدة. الموضوع اتطور أكتر لدرجة إنها قالت للدكتور اللي بيعالجها إنها جنب الصريخ اللي بتسمعه بتسمع أصوات كأن حد بيقول لها إنها تتحرق في جهنم. لكن الكلام ده ما أثرش على رأي الدكتور اللي شخص حالتها بإنها هلاوس سمعية وهتروح بالعلاج. لكن على سنة 1974 كان الموضوع اتطور على الآخر. أناليس بقت تكسر كل حاجة حواليها وتضرب أهلها كأنها فيها قوة 10 رجالة، رغم إن وزنها كان وصل لحوالي 38 كيلو من قلة الأكل، لأنها ما كانتش بتاكل غير حشرات، وده بأوامر الأصوات اللي كانت بتسمعها. وده اللي خلى أهلها يروحوا للكنيسة علشان يعملوا لها جلسات لطرد الأرواح، لكن بسبب بعض القواعد اللي كانوا حاطينها ما وافقوش، واللي كان منها إنها كان لازم تتكلم بلغة وصوت غريب علشان يقدروا يعملوا لها الجلسات دي. بس سمع قصتها قسيس اسمه باستن أرنست اللي قرر يساعدها في السر. وفي أول جلسة اللي كانت بالمناسبة متسجلة اتكلمت ميشيل مع القسيس بصوت غير صوتها تماما، صوت كان رجالي، وبيوجه كلامه للقسيس وبيقول له اتكلم يا منى، عشان بعدها يسأله القسيس انت مين؟ فالصوت يرد على سؤاله بسخرية ويقول انت لا احنا مين؟ وفضل يعد من رقم 1 ل6. وده اللي وضحه بعدها القسيس إن ميشيل لابسها 6 من الجن أو 6 أرواح، وكان أساميهم هم لوسيفر، هتلر، أبيل، يهوذا، نيرون وفليشمان. وبعد الجلسة دي أثبت للكنيسة إن أناليس فعلا محتاجة تعمل جلسات لطرد الأرواح أو الجن اللي عليها. واستمرت ميشيل في الجلسات لحوالي 10 شهور، اتسجل لها فيهم 40 تسجيل كلهم بأصوات غريبة عن صوتها. ويجي السؤال دلوقتي، هل أناليس بعد كل ده خفت وبقت طبيعية؟ المشكلة إن أناليس كانت أوقات بتكون طبيعية وأوقات تانية كانت بتقع من طولها لو خرجت بره البيت. وفي آخر جلسة ليها سنة 1976 كان جالها التهاب رئوي وما كانتش قادرة تمشي على رجليها بسبب امتناعها عن الأكل ووقوعها طول فترة الجلسات على الأرض، وده اللي خلى أهلها يشيلوها ويودوها لمكان الجلسة. وكانت آخر حاجة قالتها في الجلسة كانت لوالدتها، وقالت لها فيها إنها خايفة، وبعدها اتوفت. واتقبض على والد ووالدة أناليس وكمان القسيس اللي كان بيعمل لها الجلسات بتهمة الإهمال المؤدي إلى الموت، لأن بعد ما الشرطة والمحكمة استمعوا لكلام الدكاترة اللي حتى بعد ما سمعوا الأصوات الغريبة اللي بتتكلم بيها في التسجيلات أصروا على إنها حالة اضطراب نفسي شديد، وإنهم كان ممكن ينقذوها لو كانوا جابوها المستشفى وخلوها تاكل بالعافية. وده اللي أثبت التهمة على والدها ووالدتها والقسيس، واتحكم عليهم وقتها بالسجن لمدة 6 شهور. وبالرغم من شهادة المحكمة والأطباء إن أناليس كانت مجرد مريضة نفسيا، إلا إن الناس اعتبروها قديسة وبقوا يزوروا قبرها بشكل مستمر، لدرجة إن السينما الأمريكية اتأثرت بقصتها وأنتجت فيلم The Exorcism of Emily Rose سنة 2005. بس في النهاية تفتكروا الجن ممكن يقدر يخلص على البني آدم، ولا أناليس ميشيل كانت مريضة فعلا؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.